النادي الأهلي الفترة اللي جاية داخل على 3 مباريات في منتهى الأهمية ببطولتين. أيوة ببطولتين. يعني شهر أكتوبر الأهلي هيلعب 3 مباريات، لو قدر يكسبهم هيفوز ببطولتين مرة واحدة. أول بطولة إن شاء الله اللي هي هتكون يوم 20/10 في الإمارات، كأس السوبر المصري أو كأس النخبة بالنظام الجديد 4 فرق. اتحدد إن شاء الله يوم 20 هيكون الأهلي بيلاعب سيراميكا كليوباترا، الأهلي بطل الدوري وسيراميكا كليوباترا بطل كأس الرابطة. الناحية التانية بيراميدز بصفته بطل الكاس هيلاعب نادي الزمالك اللي هو شارك بالكارت الذهبي، واللي هيكسب من مباراة بيراميدز والزمالك هيلاعب الكسبان ما بين الأهلي وسيراميكا كليوباترا إن شاء الله بإذن الله يوم 24/10 في الإمارات على نهائي كأس السوبر المصري. يعني احتمال لو الأهلي إن شاء الله عدى سيراميكا ولو الزمالك كسب بيراميدز نقدر نشوف نهائي مكرر تاني للسوبر، ولكن المرة دي السوبر المصري. علشان كده دي بطولة لو الأهلي قدر يحصل عليها يقدر يعوض جماهيره خسارة السوبر الأفريقي أمام الزمالك. بعدها ب4 أيام على طول، يعني يوم 29/10 الأهلي عنده مباراة في منتهى الأهمية مع نادي العين الإماراتي في كأس الانتر كونتيننتال، هتتلعب في استاد القاهرة. لو الأهلي إن شاء الله كسب هيضرب عصفورين بحجر. العصفور الأولاني إن هو هيكون ضمن إنه وصل لنصف نهائي كأس الانتر كونتيننتال، وهيلعب مباراة يوم 14 ديسمبر مع الفائز ما بين بطل أمريكا الشمالية وهو نادي باتشوكا المكسيكي، وبطل أمريكا الجنوبية اللي هو ما تحددش لغاية دلوقتي. العصفور الثاني إن الأهلي هيكون حصل على بطولة تانية من مباراة واحدة، وهي بطولة الأفرو أسيوي اللي كانت بتتلعب زمان واتلغت، ولكن المرة دي عفوا ضافوا لها ان هو هيكون بطل افريقيا واسيا واوكيانوسيا اللي هي بتاعت اوكلاند سيتي، وهي هتتحسب بطولة قارية. يعني معنى كده الاهلي 3 مباريات لو ركز فيهم في شهر اكتوبر يفوز ببطولتين. علشان كده المطلوب من الاهلي الفترة اللي جاية ان هو يقفل على نفسه، يركز، يحاول يعوض جماهيره خسارة السوبر الأفريقي أمام نادي الزمالك. الأهلي عنده فرصة ذهبية، عنده فرصة ذهبية إزاي؟ إن الأهلي ما تمش استدعاء ولا محترف أجنبي للمنتخبات بتاعتهم. يعني منتخب المغرب ما استدعاش أشرف داري ولا يحيى عطية الله. أيضا منتخب جنوب أفريقيا ما استدعاش بيرسي تاو ولا رضا سليم حتى راح المنتخب، ونفس الأمر الباقي المحترفين. يعني الأهلي هيكون مع المحترفين كاملين. بالإضافة إلى أن كابتن حسام حسن في المنتخب الأول استدعى 5 لعيبة فقط، من ضمنهم 2 حراس اللي هم مصطفى شوبير والشناوي. يعني كده 3 لعيبه بس يعتبروا في المنتخب اللي هو ربيعه وكوكا ومروان عطيه. عشان كده مستر مارسيل كولر عنده فتره كبيره اكتر من اسبوعين مع اللعيبه كلها معاه، يقدر يعمل معسكر قوي، يقدر يعمل له مثلا مباراتين وديتين في منتهى القوه، يقدر يستعد بمنتهى الهدوء علشان يدخل 3 مباريات تقريبا نقدر نقول مثلا في 10 أيام هيكونوا في منتهى القوة، أو 15 يوم. مباراتين في السوبر المصري سيراميكا كليوباترا، بعد كده الكسبان من الزمالك وبيراميدز يكون نهائي قوي إن شاء الله، وبعد كده مباراة العين الإماراتي. كل التوفيق للنادي الأهلي إن شاء الله إنه يركز كويس جدا ويقدر يحقق البطولتين دول، يعوض خسارة السوبر الأفريقي ويبدأ الموسم الجديد بمنتهى القوة. في النهاية بحب أشكر حضراتكم، كان معكم عمرو مصطفى نسر الجزيرة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.